بتقول عليه العوض الجميل وربنا كرمها بيه بعد جوازات ما كانتش كويسة أبدا، وهي أطول جوازة عاشت معاها، وعيالها بيحبوه وبيعتبروه صاحب ليهم. جاب رجليها بأبوها وجابت رجله بطبق رز بلبن. بيغير عليها بطريقة غريبة وبتعمل حسابه في كل الأدوار اللي بتختارها، وعاملة حساب إن الطريق لقلب الراجل معدته، والمطبخ مش بتخرج منه علشان ترضيه، وهو مدلعها ودايما بيستنى منها إنها تخفف عليه تعب الشغل. بيخافوا من الحسد على بعض وبيحموا نفسهم بطريقتهم هم، وكل مناسبة مش بتسيبه إلا لما تعبر له عن حبها، وهو كمان معيشها الهنا والدلع. قصة حب رانيا فريد شوقي وجوزها تامر الصواف من الحكايات اللي بتتحكي وتتاخد كمثال علشان الستات والرجالة يمشوا عليها. ودلوقتي كملوا مع بعض 10 سنين. يا ترى كملوا مع بعض ازاي كل السنين دي؟ وهل معقولة اتعلمت فيه من جوازاتها اللي فاتت؟ وايه حكاية الرز بلبن اللي جابت بيه رجله؟ تفاصيل كتيرة هتعرفوها معانا عن حكايتهم، وازاي دخل الراحل فريد شوقي في الموضوع عشان هي توافق. كل ده هتلاقوه في الفيديو ده. رانيا فريد شوقي وجوزها تامر الصواف قصة حب من نوع مختلف، جت بعد سن كبير وعمر طويل من التجارب والحكايات. رانيا شايفة فيه الراجل العوض اللي دق الباب ووراها الدنيا بشكل تاني بعد سنين تعب في علاقات كانت بتنتهي بشكل مش أحسن حاجة أبدا، وشافت فيها معاناة كبيرة مع جوازات مش حلوة. آخرهم كان مصطفى فهمي اللي كان عايز يكبت حريتها وتمثيلها من كتر الغيرة عليها، علشان تتعرف على تامر في وسط شلة صحاب وبتجيب رجله بطبق رز بلبن لأن هي عارفة إن أقصر طريق لقلب الراجل معدته. تامر ما قدرش يقاوم وتعرفوا على بعض وحبوا بعض، وفعلا كانت علاقة القلب والعقل مع بعض مجتمعين فيها. وهو علشان يقنعها بالجواز منه دخل أبوها في الموضوع. أيوة، أبوها اتدخل فيه الراحل فريد شوقي بنفسه، وده عن طريق إنه جمع ليها ماتيريال قديمة لأبوها وحطها على سيديهات وصورة كبيرة ليه واداها لها هدية. هنا بقى وقعت رانيا فريد شوقي فيه وما قدرتش تقاوم، وفعلا وافقت في الجواز منه. تامر مش بس قدر يخطف قلب رانيا، لا ده كمان خطف قلب بناتها، وقدر يبقى الصاحب القريب والأب البديل ليهم بشكل لطيف من غير ما يحسوا إنه غريب عنهم أبدا. تامر ورانيا لقوا بعض لأنهم وصلوا لمرحلة كانت أفكارهم وطريقتهم فيها متقاربة. ومش معنى كده إنه مش راجل شرقي والكلام ده، لا خالص. تامر بيغير، بس الغيرة اللطيفة لما تخنقش، وهي بتراعي وجوده جدا في الأدوار اللي بتعملها، وشايفة إن هي عاشت كل مرحلة في حياتها بطريقتها وكانت منطلقة. دلوقتي مش بتشطح قوي في اختيارات، بس أهم حاجة إن حياته معاها تكون على الميزان ومظبوطة. وطبعا بيحصل بينهم مشاكل وفي خلافات، بس هو مش بتاع زعيق وخناق بشكل كبير، لا بيتخانق بس بشويش ويتعصب بس بالراحة. وعلشان حبهم ظاهر للناس طول الوقت فبتخاف على علاقتهم قدام الناس من الحسد طبعا، وقبل اي صور ينزلوها بيقراوا القرآن وبياخدوا بالاسباب، بس ما عندهمش مشكله انهم يسيبوا الناس تتعلم منهم ابدا. تامر شايف كمان انه لازم يتدلع ورانيا تخفف عليه اعباء الحياه، وهي موافقه جدا، والاتنين متفقين ان الست هي اللي بتخلي العلاقه تكمل لو الراجل مريحها. انتوا بقى ايه رايكم في علاقه رانيا فريد شوقي وجوزها بيها؟